هؤلاء الرجال والنساء سقطوا في البحر، أو ربما قد يكونوا رموا بأنفسهم في مياه المتوسط قبالة الساحل الليبي. القارب الذي يحمل أكثر من 500 مهاجر كان يغرق، ما أدى إلى حالة من الهلع والرعب، فعلى متن القارب عدد كبير من الأطفال. هذه المشاهد المؤلمة هي لوجوه تعبة تقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة. فرق الإنقاذ رصدتهم كما رصدتهم عدسة المصور الذي كان يرافق المنقذين. هذا الرجل تمتع بالشجاعة لإعطاء فرق الإنقاذ إشارة أنهم على قيد الحياة، فهم أكثر من 200 شخص في المياه، معظمهم لا يجيد السباحة. أمر أدى إلى غرق أكثر من 30 مهاجراً، من بينهم عدد كبير من الأطفال. مشهد مأساوي أصبح شبه يومي في المتوسط، حيث غرق 1250 مهاجراً على الأقل هذا العام. هذه السيدة أنقذت، لكنها تبكي طفلها الذي مات بين ذراعيها. يوم الأربعاء الماضي نفذت العشرات من عمليات الإنقاذ حسب ما أوضح خفر السواحل الإيطالي، وتم نقل أكثر من 1000 مهاجر إلى إيطاليا، في حين اعترض جهاز خفر السواحل الليبي المئات من الأشخاص وأعادهم إلى ليبيا عنوة وتحت التهديد. عمليات اعترضت على اقترافها المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، معلنة أن المهاجرين المعادين إلى ليبيا يتعرضون للابتزاز والعنف والاغتصاب والتعذيب وحتى القتل أحيانا، فيما لم يصدر أي تعليق عن البحرية الليبية حول هذه الاتهامات.